استاذ حمزه بعد ما شاف الفيديو اللي هو جاب الفيو ده، ايه اللي اتغير فيه؟ حمزة ما شاء الله عليه، يعني بقى صنايعي زينا بعد الفيديو يعني. بقى بيعاملنا كأننا احنا اللي معاه مش هو اللي معانا. حمزة أصغر نقاش في مصر، عنده 11 سنة، ورغم إن سنه صغير إلا إنه بدأ يتعلم مهنة النقاشة من أبوه. يمكن بالنسبة لناس كتير النقاشة مجرد شغلانة، لكن بالنسبة لحمزة دي مهنة بيتعلمها خطوة بخطوة، وبيحاول يتقن كل حاجة فيها. النهاردة وصلنا عند شبرا العنب منيا القمح، علشان خاطر هنقابل النهاردة واحد من أبطال بلدنا، أصغر نقاش في مصر. عامل ايه يا حمزه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمه حمزة. لا بالكامل بقى. حمزة وليد برطام. منين؟ شبرا العين. كام سنه؟ 11 سنة. شغال نقاش بقالك قد ايه؟ بقالي سنتين. أنا وليد أبو حمزة وشغال نقاش. أنا نفسي حمزة لما يكبر يبقى مهندس إن شاء الله. تحب بقى الدراسه ولا الشغل اكتر؟ لا، بحب الاثنين. تحب الاتنين. طيب يعني تحب تنجح في مين اكتر فيهم، تبقى احسن حاجه فيهم؟ الدراسة. نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ ظابط مثلا. يا رب تبقى ظابط، بس ما تنساناش بقى. ايه اكتر حاجه بتحبها في الشغل؟ أكتر حاجة اه. المعجن. المعجن. تعرف تمعجن يعني؟ اه. طب وتعرف اساسيات الشغل من الاول من الاخر، وتعرف تجيب بضاعه وعده والكلام ده ولا لسه؟ لا، بعض. أنا منزله معايا من السنة دي. هو لسه يعني يعني بعوده على الشغل يعني، بس هو فاهم مراحل الشغل إيه. طب ما تحكي لي كده، حصل معاك مواقف في الشغل؟ يعني يعني مثلا وانت لسه بتتعلم بوظت شغلانه، أنا وقعت بضاعه. وقعت وقعت قبل كده جرد. مين اللي علمك؟ وكان بيضربك لما بتوقع حاجه؟ أنا كان بيزعلي ويعلمني دي صح دي غلط. يدخل على شقة محايرة عارف يتعمل فيها إيه، بتتنضف بتاخد صلح، بتاخد سكينة أولى، سكينة تانية، سكينة تالتة، عايزة سكينة رابعة بيدي وش صلح، بعد كده يدي سكينة رابعة. عرف مراحل الشغل اللي هو على لونه، يعني فاهم الشغل مراحله ايه. محمد، احكي بقى اول مره شفت فيها حمزه، ايه اللي خلاك تصور الفيديو وتنزله؟ بص يا غالي، احنا طبعا صنايعية. احنا في شغلنا يعني بنساعد بعض. يعني انت الصنايعي الفلاني محتاجني النهارده، انا عندي متسع في الوقت ان انا اروح اساعده، بروح اساعده. فده اللي حصل بقى مع عم وليد والد حمزه. كان محتاج مننا يعني زقه في الشغل كده، مساعده في الشغل. رحت انا والحاج محمود اللي هو صاحبي اللي معايا في الشغل، نشتغل معاه، نساعده يعني في اليومين دول. طبعا شفنا حمزه هناك بقى. دي كانت اول مره نشوف فيها حمزه، واول مره نشوف حمزه موجود في النقاشه اساسا مع ابوه. حمزه ما شاء الله عنده نباهه كده غريبه تشد اي حد. انت شايف حاجه صغيره ماشيه قدامك كده وما شاء الله، يعني تشوفه تقول صنايع بيعمل كل حاجه. هو بحركاته بشغله يخليك تفكر ان هو صنايع، مش مجرد مساعد بس يعني. بجد حمزه علق معانا قوي في الايام دي. وطبعا احنا رجعنا شغلنا تاني، سيبنا بقى حمزه وابوهم ما يكملوا في شغلهم، واحنا رجعنا شغلنا تاني. بس بجد كنا محتاجين حمزه. لو احنا في شغلنا محتاجين مساعد معانا كان هيبقى هو حمزه. كنا نكلم ابوه ان هو ينزل معانا. وفعلا حصل ان جات لنا شقه وكانت ما شاء الله شقه كبيره شويه، فاحتاجنا حمزه وابوه يجوا يساعدونا. كلمنا عم وليد، طبعا كان خلص الشغل بتاعه ونزل عشان يساعدنا وجاب معاه حمزه. شغل بقى من بدايته. احنا لما كنا مع عم وليد كان الشغل في نهايته. ما لحقناش نشوف حمزه ومهارات حمزه في الشغل عامله ازاي، يعني هي حاجات بسيطه كده اللي شفناها. شغل بقى من البدايه كده، شفنا حمزه بيعمل ايه. ما شاء الله عليه يعني. بجد خلى الواحد يفكر مليون الف مره ان انا عايز اصوره، يعني اصوره. انا ما عنديش مهاره التصوير قوي يعني. عندي صفحه كده بسيطه بقى شغل بنزل عليها الشغل بتاعي بس. انما ان انا اصور شخص وهو شغال واقعد اعمل في لقطات وكلام، بصراحه مش عندي المهاره قوي. بس حمزه شدني ان انا اعمل كده، وبالفعل حصل وصورنا حمزه في كام لقطه كده وهو شغال فيهم ما شاء الله عليه. وبجد انا مبسوط من الفيديو حققه والناس اللي شافت حمزه وشافت ان ممكن ابنهم يوصل لمرحله عامله ازاي. كنت متوقع ان الفيديو ينتشر كده؟ الصراحه لا. يعني انا عندي الفيديوهات، اكبر فيديو يجيب 30,000 50,000 على قد الصفحه، يعني حاجه بسيطه كده على قدنا.
بس ان انزل فيديو وما شاء الله الاقي الفيديو، انام اصحى الاقي الفيديو وصل لنص مليون، مجرد ساعتين ثلاثه في الشغل الفيديو مليون ويعدي المليون، ما كناش متصورين. طيب لو في حد في سنك عايز يتعلم النقاش، تنصحه انه يتعلم ولا تقول له لا ما تبعد عن النقاشه؟ لا صح. هي حلوه. هي حلوة. طب انا سمعت من حمزه ان انت ما شاء الله مش مقصر معاه في الدراسه. انا بقول له اتعلم، انت اهم حاجه عندنا التعليم، رقم واحد الاساس. استاذ حمزه بعد ما شاف الفيديو اللي هو جاب الفيو ده، ايه اللي اتغير فيه؟ حمزه ما شاء الله عليه يعني بقى صنايعي زينا بعد الفيديو يعني. بقى بيعاملنا كاننا احنا اللي معاه مش هو اللي معانا. انا بنصح اي واحد عنده عيل ابنه مثلا اللي هو يعلمه صنعه جنب الدراسه، احسن من اللعب في الشارع. اللعب دلوقتي بقى يجيب خراب دلوقتي. علاء الدين اللي بيطلع من الفانوس، لو طلع لك وقال لك هتختار امنيه واحده اعملها لك، هتبقى ايه؟ الأمنية بتاعتي اه. أتمنى الأم وأخواتي يعيشوا فرحانين يعني. انت احلى واحد في الدنيا. الله يخليك. انا عايز اللي في قلبك كله تقوله بقى لحمزه. حمزه ده حته مني، وهو صاحبي، وانا قايل له كده، قايل له انت صاحبي، اي حاجه انت عايزها قولها لي، اي حاجه في دماغه يقولها لي. ايه رايك في الكلام ده يا عم حمزه؟ كلام جميل. ماشي يا حمزه. ايه رايك في حمزه؟ حمزة ولد محترم، وبصراحة يعني أول ما شفناه مع أبوه لقيناه شاب كويس محترم، مكافح مع أبوه، مصاحب أبوه فعلا. لقينا فيه همة الشغل وعايز يشتغل، شايل مسؤولية، مش شاب بقى، مش ولد كده عايز يلعب زي الأطفال اللي عايزين يلعبوا مع إن سنه صغير، ولكنه شايل مسؤولية كده. بعد الشغل بيلعب وبيعمل اللي هو عايزه، ولكنه مسؤول، مسؤول في اللعب، مسؤول في الشغل. ففي سمات كويسة، وأتمنى إن شاء الله إنه يكمل عليها بإذن الله. انا حابب اشكرك اللي انت صورت الفيديو لحمزه ونزلته عشان الناس تعرف حمزه. تسلم يا غالي. احنا اللي بنشكرك والله ان انت قطعت المسافه الكبيره دي وجيت عشان توري الناس حمزه وشغل حمزه وتعرف الناس بحمزه والله. حبيبي يا حمزه. طيب انت بقى تنصح اي حد عنده ابن زي حمزه يعمل معاه او يتعامل معاه ازاي؟ والله يا غالي اطفالنا يعني كل الاطفال احنا لازم نتعامل معاها ان دي امانه معانا. لازم التعليم رقم واحد، احنا نهتم بيهم في التعليم، واهم حاجه بعد التعليم المسؤوليه. انا ابني صغير وكل حاجه وهيلعب مع الاطفال وهيجري وهيعيش طفولته تمام 100 100، بس برضه لازم نشيله المسؤوليه، لازم يبقى طالع كده عارف معنى كلمه المسؤوليه وعارف القرش بيجي ازاي. وده اللي احنا عملناه مع حمزه، ووالد حمزه اصر ان هو يعمله. حمزه طبعا احنا لو كنا سيبناه في الشارع طبعا هينجرف بقى، وانت شايف الشاب النهارده بيطلع من الطفوله للشباب عامل ازاي، من غير المسؤوليه وكلمه مسؤوليه. انما لما شخص طفل زي حمزه يدخل مجال اي صنعه، اي مجال دخله في اي صنعه، بس طبعا مع شخص تكون انت واثق فيه وعارف ان هو هيعلم ابنك اصول المسؤوليه واصول الصنعه، وفي نفس الوقت انت مهتم بابنك في التعليم. كده انت اضمن لك تستلم شخص قادر ان هو يواجه الدنيا بجميع بقى ايه متقلباتها. حبيبي يا حمزه. حبيبي يا غالي. كل الناس اللي حواليه شايفين فيه مشروع معلم شاطر، واحنا نتمنى ده. اقول لكم ادعوا لحمزه وقولوا له عاش قوي يا حمزه، شيروا الفيديو على قد ما تقدر. يا حمزه احنا مبسوطين بيك. وأنا مبسوط بيه. حبيبي يا حمزه.